هو ايه اللي حصل؟ مين طفى النور؟ اكلك هو ونومك هو بس وزنك عمال يزيد ودهونك بتتجمع بشكل غريب حوالين بطنك. بطن جديده وغريبه ومش زي اي بطن عدت عليك، لا هي بطن حمل وولاده ولا هي بطن اكل زياده. انت حرفيا مخليه بالك من نفسك وما بتعمليش اي حاجه غلط، بس الدنيا رايحه منك في اتجاه لا دي ملامحي ولا شكلي ولا ده انا. يمكن عشان عديتي ال40. هو ايه اللي بيحصل بعد ال40؟ بيقولوا الحرق بيبقى ابطا والعضلات بتقل والهرمونات بتتغير، بس اطمني انت مش لوحدك، واللي بيحصل ده طبيعي جدا. جسمك مش عنيد ومش مستحيل تخسي بعد ال40 ولا حاجه. احنا ممكن نغير قوانين اللعبه وتخسي وتصغري 10 سنين كمان لو حابه. لو كسرتي ال40 ورقه وقلم واكتبي ورايا. النهارده القصه مش قصه اكل خالص زي زمان، انت اصلا اكلك بقى قليل ومعدتك ما عادتش بتساعدك على اي عك. القصه بتاعتنا النهارده حرق، عضلات، هرمونات. يبقى بمنتهى البساطه نعلي الحرق، نزود العضلات، ونظبط الهرمونات. سهله وبسيطه اهي، بس هنعملها ازاي؟ اول حاجه واسهل حاجه زودي البروتين في اكل. البروتين بياخد مجهود من الجسم علشان يهضمه، فجسمك بيحرق اكتر لمجرد انك كلتي بروتين، وبيحافظ على العضلات اللي بتحرق سعرات اكتر حتى وانت قاعده في مكان. بيض، صدور فراخ، تونه، زبادي يوناني، عدس، حمص، دول اصحاب. الحاجة التانية مارسي تمارين مقاومة من 2 ل 3 في الأسبوع. أقوى محفز للحرق هو العضلات، وتعالي أفهمك أكتر. العضلات مش بس بتشكل جسمك وتديكي شيب حلو، العضلات هي العضو المسؤول عن الحرق في جسمنا، فكل ما كونتي عضلات كل ما حرقك زاد، والعضلات هي اللي بتحدد عمرك البيولوجي. يعني ممكن تكوني عديتي ال40 وال50 واللي يشوفك يفكرك أصغر لو بس عندك شوية عضلات. طيب مفيش فرصة تروحي الجيم؟ مش مشكلة، استعيني بأوزان بسيطة في البيت أو حتى تمرني بوزن جسمك. افتحي اليوتيوب واختاري اي فيديو لتمارين مقاومه واشتغل. الحاجه الثالثه الحركه. افركي، قومي من الكرسي كتير، المشي خلال اليوم، الحركه اليوميه، طلوع ونزول، زودي على قد ما تقدري. كل ده بيسموه نيت اكتيفيتي، وده بيشكل جزء كبير قوي من الحرق اليومي بتاعك. الحاجه الرابعه النوم. ما تعرفيش النوم بيفرق ازاي في توازن هرموناتك. قله النوم تساوي زياده الكورتيزول، وده معناه تخزين دهون وشهيه مفتوحه. حاولي تنامي من 7 ل 8 ساعات يوميا نوم عميق. نامي بدري، ضلمي الاوضه، ابعدي عن الشاشات ساعه على الاقل قبل النوم. اوعي بقى تعملي كل ده وتنسي تشربي ميه. الميه مهمه للحرق وللهضم ولتنظيف الجسم. 3 لتر في اليوم او كوبايه ميه كل ساعه. واخيرا راجعي هرموناتك. لو بتعملي كل ده وحاسه ان برضه مفيش نتيجه والحرق واقع خالص، وعندك كمان اعراض زي تساقط شعر، دوخه، خمول، او بطن مش بتنزل، يبقى لازم تعملي تحاليل غده، فيتامين د، سكر، مخزون حديد، اللي محتاج فيهم تصليح. اول ما يتصلح هتلاقي الدنيا رجعت نورت تاني. افهمي ان في المرحله دي الدايت القاسي اللي كان بيجيب معاكي نتيجه زمان بقى حمل تقيل جسمك ما يقدرش يستحمله. جسمك بيدخل في وضع الطوارئ ويحاول يحوش مش بيحرق. طبعا الاكل لازم يكون متوازن وبكميات معقوله، بس الاستثمار الحقيقي في عضلاتك وهرموناتك. مش معنى انك عديتي ال40 ان جسمك خلاص مش هيستجيب. جسمك بس بيطلب منك دلوقتي معامله مختلفه، فمش هيرضى غير باللي يستحقه. اديهوله وهو هيرد عليكي بكل حب وثقه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب، وتشوفي انواع الدايت كلها في الفيديوهات اللي فاتت وتختاري منهم اللي يناسبك.